السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة هنعمل مع بعض الميني بيتزا بطريقة سهلة وجميلة وهشة جدا وجميلة جدا ومستوية كويس وزي الفل زي ما انتوا شايفينها كده بتتكلم عن نفسها. اول حاجة في المقادير بتاعتنا معانا كيلو من الدقيق، ومعانا كمان هنا 3 معالق لبن بودرة، ومعانا هنا معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وكمان معانا معلقة كبيرة من السكر الأبيض، ومعلقة صغيرة ملح، وكيس بيكنج باودر، وكيس كيس خميرة فورية، ومعانا نص كوب من الزيت، وهنا معانا مية دافية للعجن. يلا بينا بقى نسمي الله ونشوف هنعمل ايه بمقاديرنا دي وهنعجن ازاي وبدون عجان والدنيا هتبقى زي الفل. اول حاجة هنجيب بولة زي ما انتوا شايفين كده، وهنبدأ بالعجن بتاعنا. هنحط الدقيق، كيلو الدقيق هنحط المواد الجافة الأول على بعض زي ما انتوا شايفين كده، الدقيق واللبن البودرة ومعلقة السكر ومعلقة صغيرة من الملح وكيس الخميرة اللي هو في حدود معلقة او معلقة وربع لو انت عندك جايباه من العطار، ومعانا برضو كيس البيكنج باودر. وهنديهم تقليبة كده المواد الجافة على بعضيها، وننزل بمعلقة الخل ومعلقة الزيت، نص كوباية الزيت قصدي. تمام كده. بعد كده هنحط المية تدريجيا، مقدار المية بيتغير على حسب نوع الدقيق بتاعك، كل نوع دقيق بياخد على الكمية بتاعة المية بتاعته بتختلف. اهم حاجة نوصل لعجينة طرية ولزجة كده زي اللبانة كده، بس ما تكونش بتلزق في ايدك، يعني بتلزق لكن لزق خفيف متماسكة يعني. هنعجنها زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده طبعا انا بحب اشتغل على الرخامة اكتر في العجين بالذات، لو عندك عجانة هتريح عليك العملية دي، لكن انا بالنسبة لي بحب العجن جدا. فتمام يعني الدنيا ماشية وزي الفل. زي ما انتوا شايفين كده هنفضل نعجن فيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان نطلع العرق بتاعها. تمام، شايفين العجينة بقت ازاي؟ هو كده هنجيب استرتش ونغطيها ونسيبها تخمر لمدة نص ساعة مثلا، ساعة الا ربع على حسب الجو. هنيجي هنا بقى نعمل الحشوة بتاعتنا. احنا عاملينها بالهوت دوج. اول حاجة بننزلنا ببصلة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، هنديها تشويحة صغيرة. بعد كده هننزل عليها بشرايح الهوت دوج، دي رشة ملح صغيرة بتطلع لها ريحة وطعم. طبعا الهوت دوج بتاعنا هنديله تقليبة صغيرة لانه بيبقى فيه توابله وكل حاجة، يعني ما بنحبش نحط ملح تاني ولا توابل. تمام. وبنحط الفلفل الالوان شرايح صغيرة كده، وبننزل كمان بطماطمية كده بدون مية، لحم بس، لحم طماطم، طماطمية صغيرة قطعناها كمان. هنا بقى هنعمل الصوص بتاع البيتزا. بصلاية صغيرة، طبعا ممكن نستغنى عن البصلاية لو انت ما تحبيش تحطي فيها بصل في الصوص، ممكن تحطي تومية على طول او تعمليها بتوم باودر وبصل باودر بدون توم وبصل صحيح او طبيعي يعني. زي ما انت شايفة كده بنديها برضو تشويحة خفيفة، ما بحمرهاش قوي. انا بحب دايما على البصلة كده احط رشة ملح، بتطلع ريحتها كده وبتبقى ريحتها جميلة. تمام. وبنيجي هنا بنحط فص توم صغير كده، وبننزل بشوية عصير طماطم. ممكن نستبدل كل الكلام ده صوص خالص بكاتشب على صلصة وشوية ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، هتبقى تمام وزي الفل. هنا بقى زي ما انتوا شايفين كده نزلت بشوية فلفل اسود، وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، بابريكا باردة يعني مش فلفل حار. وكمان معانا هنا معلقة توم باودر ومعلقة بصل باودر صغيرة. وهنا كمان شوية من الزعتر، طبعا الزعتر جميل جدا للبيتزا، بيخلي ريحتها وطعمها جميل. ممكن تحط كمان زعتر في العجين بس انا ما حبيتش احط، ده بيرجع لحريتك يعني. انا قلت خلاص في الصوص كفايه. الصوص بتاعنا خلاص بقى جاهز. يلا بينا نشوف بقى الحشوات بتاعتنا. معانا زيتون اخضر واسود، ومعانا هنا الصلصه والهوت دوج والجبن وفلفل الوان، ومعانا طماطم وبصل شرايح كلها. تمام. العجين بتاعنا بقى زي الفل اهو، هنبدا نقطعه ونعمل الاحجام اللي احنا عايزينها. زي ما انتوا شايفينها العجينه جميله جدا ولينه، وكانت تحفه جدا جدا ما شاء الله عليها. ممكن بعد ما تعجنيها وتفرديها ممكن تريحها تاني وممكن تشتغلي على طول. تمام. لكن هي ان شاء الله ما كانتش محتاجة اكتر من كده خالص. زي ما انتوا شايفينها كده جميلة جدا.
بنفردها زي ما انتوا شايفين، وبنجيب اي قطاعة، ممكن كوباية بتاعة شاي او اي قطاعة عندك هتشتغل تعملي دوائر صغيرة زي ما انت شايفة كده، وبنظبطها وبنحطها في الصاج بتاعنا. الصاج بنديله مسحة صغيرة جدا بالزيت، مسحة صغيرة جدا حتى لو بمنديل يعني عشان ما تعملش على الفاضي. انا بحب ارش عليها كمان على الصاج بتاعي رشة من دقيق السميد، بيخلي الحاجة كده جميلة من تحت وما يعني ما بتتحروقش ولا تلزق. زي ما انتوا شايفين حطينا القطع بتاعتنا، قطع العجين بتاعة الميني بيتزا. بحب افردها كده تاني عشان يبقى الداير كده مظبوط. شايفين ما شاء الله عليها عجينة تحفة وشغلها جميل جدا. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي هتعجبكم. هكمل الباقي بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين كده، كمل الصاج كله وافرده واقطعه بنفس الطريقة. تمام. شايفين العجينة الله اكبر عليها. انت ممكن تستخدمي اي حاجة عندك مدورة، مش لازم قطاعة يعني، ما بنقفش عليها يعني. بعد كده بنرصها وبنكمل بنفس الطريقة، وبنجيب الصاج بتاعنا. شايفين العجين الله اكبر. نيجي بقى عليه نجيب شوكة ونخرمها كلها علشان تمتص من الصوص ومن الخلطة بتاعتها بتاعت البيتزا بتاعتنا دي. تنفع بقى للمدارس، تبقى جميلة جدا للأولاد ياخدوها معاهم، حاجة جميلة وطعمها حلو. طبعا الأولاد بيموتوا فيها كده. أنا ولادي بيحبوا البيتزا أكتر من البيتزا نفسها، يعني البيتزا الكبيرة ما يحبوهاش زي الصغيرة. فهي بتبقى جميلة ورقيقة كده وشكلها حلو ولطيفة للأطفال. حطينا الصوص زي ما انتوا شايفين بعد ما عملناها بالشوكة. كانت تحفة بجد. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. الصوص جميل. يا ريت ما ننساش نعمل لايك يا جماعة للفيديو لو عجبكم الفيديو. بنحط قطعة من الجبنة الموتزاريلا. شايفين ساحت شوية مش مشكلة بس جميلة، بتديها طعم جميل جدا ومطة حلوة جدا جدا، والأولاد بيحبوا المطة بتاعت البيتزا. وبحب أنا الجبنة الرومي طعمها بيبقى خطير. نحط كمان قطع الهوت دوج على كل واحدة كده قطعة. طبعا بتقطعي التقطيع اللي تعجبك، ممكن تصغري التقطعات بتاعة الخضار وبتاعة الحاجة اكتر من كده، بس انا بحبها كده عشان ولادي بيفرحوا بيها بالطريقة دي، وبيبقى شكلها شيك ولذيذة، تحس ان هي غنية كده، الولاد بتفرح. تمام. حط شرايح من البصل، شرايح من الفلفل، شرايح من الفلفل الالوان والاحمر والاخضر. الالوانات دي بتعجبهم جدا، الاطفال بتحب الحركات البسيطة دي، والكبار والله يعني مش اكيد كلنا. شرايح من الزيتون زي ما انتوا شايفين كده. البيتزا بتاعتنا خلاص قربت، خلاص هندخلها الفرن. تمام. ممكن شرايح طماطم زي ما انتوا شايفين، والجبنة الرومي بتديها الطعم الجميل وزي الفل كده. ما نسيناش حاجة، كله تمام. ندخلها الفرن بقى 10 دقايق ونطلعها ان شاء الله وهوريها لكم. ده الصاجان التانية كملتها بنفس الطريقة كله من كيلو واحد. وهنا دي كانت النتيجة ما شاء الله عليها بعد ما طلعت من الفرن. شايفين ما شاء الله الله اكبر. شايفين من ظهرها ازاي، يعني زي الفل كلها الحمد لله. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها وتدعوا لي باذن الله. ودي النتيجة النهائية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.